السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنقول ازاي نستقبل شهر رمضان وايه الحاجات اللي نعملها في شهر رمضان ونطلع من شهر رمضان مجمعين حسنات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت كل سيئاتنا والكبائر اللي احنا عملناها والذنوب اللي احنا عملناها تتغفر خالص. وده استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عشان كده في الفيديو ده هقولك على 11 حاجة تستعد لهم من رمضان وتعملهم في رمضان، هيساعدوك وهيقووك انك تجمع حسنات كتيرة جدا وذنوبك كلها تتغفر. فيلا بينا نبدأ، بس احب افكرك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اول حاجة، حاول على قد ما تقدر في شهر شعبان انك تحافظ على صلاتك في المسجد، بحيث ان اول ما يخش رمضان انت خلاص اتعودت انك تصلي في المسجد. تاني حاجة، انك تحاول تعمل ورد قرآن تقرأه كل يوم، حتى لو كان ورد صغير جدا. تحاول لو انت ما بتعرفش تقرأ القرآن انك تتعلم قراءته، بحيث لما يجي رمضان عليك تكون عارف تقرأ القرآن وتختمه اكتر من مرة. تالت حاجة، انك تحاول تدرب نفسك انك تصوم اثنين وخميس، ده لو اسمح معاك. طب ليه؟ لانك تدرب نفسك بحيث ان يجي رمضان عليك انت متعود على الصيام. 4، حاول على قد ما تقدر كل يوم تطلع صدقة، حتى لو صغيرة جدا، حتى لو 5 جنيه، حتى لو جنيه، بحيث ان يجي رمضان عليك تلتزم بالزكاة وكمان تتعود على الصدقة. ولو معكش فلوس تطلع كل يوم، فالرسول عليه افضل الصلاة والسلام بيقول لك: الكلمة الطيبة صدقة. معنى كده انك تقول كلمة طيبة ودي يا معلم هتبقى صدقة. 5 حاجة، حاول تعمل ود ما بين اهلك واصحابك وجيرانك واصحابك في الشارع واصحابك في التمرين وكل ده، وتكلم اللي غلط فيك وتسامح اللي ظلمك عشان ربنا يسامحك. 6، اتعلم دايما انك كل يوم او بعد كل صلاة انك تذكر ربنا مش اقل من 100 مرة، وانك تصلي على النبي في اليوم مش اقل برضه من 100 مرة، بحيث انك يخش رمضان عليك انت جاهز ومعود نفسك على الحسنات دي. 7، انك لو عندك وقت فاضي في رمضان او قبل رمضان بشوية صغيرين انك تنزل تساعد في تنظيف المسجد، او حتى في رمضان انك تساعد في تجهيز الوجبات او تجهيز موائد الرحمن. 8، بدل ما نقعد نلم فلوس عشان الزينة وكده، احنا ممكن نجمع الفلوس دي ونحطها في المسجد، او نغير سجاد المسجد، او نحطها في المسجد بحيث ان احنا نعمل اي حاجة تخدم المصلين. 9، لو ربنا كرمك وميسرها معاك ممكن تساعد اقاربك او اصحابك او حتى اللي ما تعرفهمش بشنطة رمضان. 10، اوعى تنسى صلاة التراويح، لان هي بتيجي مرة واحدة في السنة واحنا مش ضامنين هل هنعيش السنة الجاية ولا لا. 11، حاول تواظب على صلاة الضحى، بحيث ان اول ما يخش عليك رمضان انت محافظ ان في صلاة ضحى انا لازم اصليها، وكمان صلاة قيام الليل حتى بركعتين بس. والرسول عليه افضل الصلاة والسلام بيقول: الدال على الخير كفاعله. انت ممكن تنشر الفيديو ده وتكون سبب ان واحد ما كانش يعرف الحاجات دي، او واحد ما بيعملش الحاجات دي ويبدأ يعملها، فكل حسنة بيعملها هتبقى ليك زيها. ليه؟ لانك ساعدت ان ده هو اللي ينتشر. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك في القناة، وما تنساش اهم حاجة انك تصلي على النبي.